كل سنة بلبن بيفاجئنا باختراعاته. السنة دي الحلولواني والعصير في قلة. هنشوف بقى النهاردة الحلولواني اللي مجمعة كل اختراعاته السنة دي في علبة واحدة. أول حاجة عندنا لوز اللوز، تاني حاجة عنده وهي الهبة عاملينها بحجم كبير، كمان الألمازية والسمبوسك اللي نازلة جديد. بس قبل ما نبدأ بعتذر عن جودة الصوت علشان المايك ضاع، وهنحل المشكلة في أقرب. ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. هنبدأ بقى بأول حاجة معانا الحلولواني. بعيد عن بقالي ساعتين مش عارف انطق الكلمة دي، بس شكلها حاجة جامدة من الآخر. ده سعره 290 جنيه وبيجي زي ما انتم شايفين كده 4 حاجات من اللي هم منزلينها جديد الفترة الأخيرة. ايه بقى؟ قول يا دوحة. المازية وكيكة الهبة والسمبوسك ولوز اللوز. هندوق كل واحدة معانا، وكل منتج من ده نازل بس بحجم كبير وحجم عائلي يكفي اكتر من 6 افراد، بس السعر بتاعهم اغلى من ده. فانا شايف ان ده احسن اختراع في رمضان بالفئة اقتصادية وقيمة مقابل سعر. ليه؟ لان ده ب 290 بس وفيه كل حاجة، فده شايف ان هو انسب اختراع في رمضان السنة دي. هنجرب بقى اول حاجة الالمازية، وهو عبارة عن كريمة من تحت كده عريضة زي البسكوت، حاجه زي كده يعني، وعليهم مانجا. هنشوف بقى اول حاجه الطعم معانا بتاع المانجا والالمازيه، وشكله كده زي ما انتم شايفين ديليشيس. نشوف بقى الطعم معانا. بسم الله. حلو قوي. الكريمه مع المانجا عاملين دويتو حلو قوي. فالالمازيه اول حاجه معانا حلوه. هنشوف بقى تاني حاجه معانا وهو السمبوسك. زي ما انتم شايفين شكلها كده، الحجم بتاعها حلو وبتتباع لوحدها، اختراع برضو جديد في رمضان عاملينه. هنشوف بقى الطعم بتاع السمبوسه معانا. بسم الله. سمبوسك بالشوكولاته محشيه كنافه بالبيستاشيو. بصراحه ما عجبتنيش قوي، مش عجباني قوي يعني. تالت حاجة بقى معانا كيكة الهبة. كيكة الهبة دي مش اختراعات رمضان، بس هي كانت نازلة من فترة قبل رمضان، بس في رمضان عملوا الحجم الكبير منها، حجم يكفي 6 أفراد، وسموها كيكة الهبة الجولدن. نشوف بقى الطعم معانا بتاع الهبة، ودي بالشوكليت، كان في منها نازل بالكندر كذا حاجة. نشوف بقى الطعم معانا كده. شايفين كيكة الهبة عبارة عن كيكة وعليهم كنافة بالبيستاشيو ومن فوق الكريمة وصوص الشوكليت. هنشوف بقى الطعم كده معانا. بسم الله. حلوة بس دسمة قوي، كل دول مع بعض عاملين دسمة قوي يعني. وتقريبا الكريمة معاها صوص البيستاشيو، مش كريمة سادة، بس مش وحشة، حلوة بس دسمة. هنشوف بقى اخر حاجة معانا لوز اللوز. متهيألي ده احلى واحد فيهم. هنشوف بقى كده ايه، عشان انا شايفه متغرق لوز وعبارة عن صوص كراميل وكذا حاجة مع بعض. عبارة عن ايه بقى؟ كيكة القشطوطة ومليانة لبن وصوص الكراميل وغرقانة لوز. هنشوف بقى الطعم كده معانا. بسم الله. جامدة جامدة والله، قوي قوي قوي. احلى حاجة فيهم هي لوز اللوز وصوص الكراميل مع اللوز، عاملين حوار عالم تاني. تقول لي تجيب ايه بقى من دول؟ اقول لك لوز اللوز. بصراحه الصوص الكراميل مع القشطوطه مع اللوز عاملين ميكس حلو قوي مع بعض. ممكن الحاجه اللي بعديها والخفيفه المازيه كده خفيفه وميكس حلو مع المانجا. تيجي بعدهم بقى كيكه الهبه. لو انت جعان وعايز حاجه حلوه كل الهبه، يعني دسمه شويه بس هتقفل معاك. السمبوسك بقى في الاخر مش احسن حاجه. ندخل بقى على العصاير ويلا بينا. هنشوف بقى البراوه المانجا، ودي سعرها هكتبها لكم على الشاشه، يا اما كانت ب 65 يا 55. هنشوف بقى طعم المانجا معانا، وبتيجي في القله زي ما انتم شايفين كده، عاملين نفس فكره القله، عاملينها في قله ميني قله زي ما انتم شايفين كده، والمانجا بتاعتهم زي ما انتم شايفين كده. هنشوف بقى طعم المانجا. حاسس ان هو يعني هي غامقه سيكه. هنشوف مسكره ولا مظبوطه ولا طعمها حلو ولا لا. بسم الله.
يعني حلوه بس مش قوي. شربت مانجا كانت احلى من كده بصراحه، حاسس ان في طعم مزازه شويه، والمانجا نفسها تحس ان غامقه كده، فطعم المانجا نفسه بصراحه ما عجبنيش قوي. عجبني ككيكه كالمازيه وكطعم، انما هنا ما عجبنيش قوي كشرب. في مانجا تانية بتبقى للعصير، انما حاسس ان دي مش للعصير قوي بصراحه. نشوف بقى تاني حاجه معانا ويلا بينا. تاني حاجه معانا وهي الصوبيا. هنشوف طعم الصوبيا. هنشوف بقى طعم الصوبيا، ودي كان سعرها تقريبا 55 جنيه. في عندهم الصوبيا بالبيستاشيو بس انا بصراحه ما لقيتهاش، كانت ب 105 وكانت خلصانه. هنشوف بقى طعم الصوبيا معانا بسم الله. طعمها حلو قوي، والسكر بتاعها حلو ومظبوط، وفي نفس الوقت سمك الصوبيا نفسها تقيل، فعجبتني قوي. سيبك من المانجا وهات صوبيا، مع انها ارخص بس حلو. فانا ما اعرفش كمان صوبيا بالبيستاشيو دي حلوه ولا لا، بس شكلها جامده قوي يا كمان. بس للاسف ما لحقتهاش، كانت خلصانه، والسعر بتاعها برضو 105. هي سعرها غالي بس ممكن يكون الغالي ثمنه فيه، بس الصوبيا نفسها عندهم حلوه قوي. عربيتك بتحدف شمال او يمين وبتعاني منها بقالك سنين، يبقى الحل عندنا يا مان، هنظبط لك زوايا في السخان. هنبدأ على طول ندخل البيانات وكمان نحط شوية الحلويات. اقعد وكمان شمر، هنظبط لك كاستر وكامبر، وكمان هنظبط لك زاوية التوين يا بيه، ودي الاساس بتاعت الشاسيه. بنقرط لك على العفشة كمان يا مان لزيادة الامان. هنطبع لك كمان تقرير علشان تطمن كتير. ويا عيني عليك يا دوحة، هو ده الكلام. ممدوح بتاع الزوايا ده اصل كل الحكاية. تعالى وخليك في المضمون، مهمتنا ندلع الزبون. ويا عيني يا عيني على الحلويات. اوفر اول الفيديو النهارده كان حلو، واختراعات جديده كل سنه بلبن بيعملها. السنه اللي فاتت كان عامل الهرم وكنا جربناه، والسنه دي عامل حلولواني والمزايا ولوز اللوز، ونازل باختراعات كلها جديده وفي نفس الوقت حلوه. فانا جايب لكم النهارده كان احسن حاجه بسعر مناسب، وفي نفس الوقت قيمه مقابل سعر، وكمان نخليك ان انت واللي خليك كمان تاكل كل الاختراعات في نفس الوقت في منتج واحد، وكمان سعره مش غالي. فالحلولواني انصحكم ان انتوا تجيبوه في ضمن الاختراعات بتاعه بلبن، والعصير انصحكم ان انتوا تجيبوا صوبيا. معرفش صوبيا البوستاشيو هيبقى حلو ولا لا، بس متهيألي كده شكله يبقى حلو علشان الصوبيا العاديه كانت حلوه. المانجا ما انصحش ان انتوا تجيبوها، اعتقد عند ناس تانية بتبقى افضل من كده. بس وده كان فيديو النهارده. قول يا دوحه.